إذا في هذه اللحظات الآن ستبدأ سرايا الاقتحام بالدخول إلى مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لوين هلا حاليا بيحكي؟ بإذن الله فاتين على المكان يعني اللي راح ندخل عليه إن شاء الله. العدو اللي موجود هون شو نوعيته؟ هل هن ميليشيات إيرانية؟ شيعة، ميليشيات شيعية. نعم. سادتنا إخواننا المجاهدين عامة وأخواننا في هيئة تحرير الشام خاصة، أسألكم بالله لا تنسون إخواننا الأسيرات، والله هم في أرقامنا أعناق، والله العظيم هم في أعلى أرقامنا، أسألكم بالله لا تنسوهم يا إخواننا. يلا نفسر يا رب. فرحان؟ اي والله الحمد لله. كل الطريق عم تضحك، ليش؟ والله مبسوط كثير. بدك احلى من هيك فوتي؟ يلا ان شاء الله يا رب. طيب هينزل له تحت. بلال أنت من الجيب. يا بورك هي لك. لك لا فطير بصير أنا افتح لك اياها. بفطر. طيب ايش شعورك هلا؟ والله فرحة عظيمة إن شاء الله. العملية وقت اللي بتدخلها في رمضان تختلف عن الايام العادية، بتحس بهذا الشعور؟ إيه أكيد، لأنه شهر فتوحات، شهر يعني طاعات وعبادات. يعني وأحب طاعة الله عز وجل إنك تغزو في سبيل الله. نعم. تفضل. خلاص هتصور. جزاك الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الآن في هذه اللحظات بدأت دخول العملية، سرايا الاقتحام بدأت بالدخول الآن إلى المناطق المكشوفة، تلك التي نراها الآن هي بسراطون بريف حلب. يا رب. من وين؟ مكشوفين. الآن تزيد لتحت. إذن قربنا إن شاء الله عز وجل. هاي المناطق مكشوفة كلنا مكشوف إن شاء الله. سلتة أخيرة. والله رسالتنا الأخيرة إن شاء الله عز وجل جايينكم، والله نجعل ليلكم نهارا ونهاركم ليلة إن شاء الله. العملية ليلية. العملية ضرب ليلية صح. الله تعالى عملية نوعية. المنطقة الموجود فيها التجمع تقريبا 15 ضابط مع عنصر تقريبا أكثر شوي. يلا أخي أورا مذيع روح يلا 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 بخل يلا شكرا. الاشتباكات الآن على أشدها على محور بسرطو الآن. يا رب. الآن من هنا المؤازرات. بدي أطلع يا رب. بدي أطلع. تفضل يا رب. خلص أنا بساعدك في الضوء. أنا بساعدك في الضوء. تفضل روح ساعده يلا ساعده اطلع غطي ساعده يا رب.
كأنه الاشتباك صار قريب الآن. تمام اسمه لي انا ما بدي معي. تمام لعنة الله تلعن هدي. صار من هون هدي شوي. شافت النقيب الضوئية لين. ايه لحظة يا ابو الوليد انا بسمعك. معك يا اخي معك. إذن حتى هذه اللحظة الاشتباكات على أشدها. الميليشيات الإيرانية القنابل المضيئة الليلية بدأت بإطلاقها ميليشيا أسد. والآن بدأت بالأسلحة الثقيلة قذائف دفاعية وصاروخية. نسأل الله السلامة عليه الشباب في سرايا الانغماس في غرفة عمليات فتح المبين. الآن ربما نحن